السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، بعتذر جدا الكام يوم اللي فاتوا دول ما كنتش بنزل فيديوهات في القناة. يعني كان عندنا ظروف شغل وحاجات، وهينزل لكم الفيديوهات بقى وفيها حاجات يعني مشجعة جدا من بكرة وبعد الأيام اللي جاية إن شاء الله. بس النهاردة جالي بقى مجموعة حاجات كده لازم أرد عليها فورا، وحاجات إن شاء الله هتفيدني زي ما هي بتفيدكم إن شاء الله بإذن الله. خدوا بالكم، اللي بيتعلم مش لازم بيلاقي حل للمشكلة تكون عنده. ممكن تلاقي مشكلة وبتسمعيها فبتتحاش انك تقعي في المشكلة دي اصلا، واخدة بالك؟ فان شاء الله باذن الله الفيديو ده يكون مثمر ما بيني وما بينكم. ما تنسيش تدعميني بلايك، جزاكم الله خيرا. والفيديو برضو ده يكون مريح نفسيا ليكم كده، واحنا بنتفسح كده مع بعض في العربية كده وبنتفرج على اجواء جميلة، وهجاوب على الاسئلة معاكم. ما تنسيش اللايك جزاكم الله خيرا، والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. ويلا بينا على اول سؤال مهم جدا. بص يا حبايبي، هبة الله بتقولي بحبك قوي يا ام علياء، انا اهملت في تربية اولادها ودلوقتي كبروا ومستواهم في التعليم والدين ضعيف جدا جدا. انا عارفة ان انا السبب، حتى شغل البيت بزهق منه قوي، انا فاشلة قوي يا ام علياء، مش عايزة اتحمل اي مسؤولية. حتى معايا شهادة من كلية التربية وما حاولتش ادي دروس او اشتغل في حضانة. هل ليا حل انا واولادي؟ وجزاك الله خير. واياكم. بصي يا حبيبة قلبي، هو اللي تقدري تلحقيه دلوقتي الدين، وده اللي المفروض يعني كان من الاول تحاولي تنشئيهم كويس وتعلميهم امور دينهم من بدري. بس دي اللي ملحوقة، يعني حتى في ناس كانت دخلت الإسلام بعد ال40 وبعد ال30 وفي الخمسينات، فهم لسه دلوقتي برضو معاكي وتحت إيديكي، تقدري تقعدي وتعملي حلقات كده معاهم وتقعدي تفهميهم وتقعدي تحفزيهم على قراءة القرآن، تحفزيهم على الصلاة، تتابعيهم صلوا ولا ما صلوش، قالوا الأذكار ولا ما قالوش، تعلميهم أمور دينهم. هم طالعين من البيت قالوا الذكر ولا ما قالوش، هم ناموا قالوا الأذكار ولا ما قالوش. هم هيستغربوكي في الأول ويستغربوا إيه الجو الجديد والعيشة الجديدة دي، بس هيحبوها وبيتكم هيبقى هادي. أما بالنسبة للكسل، أنصحك إنك تلتزمي بالذكر، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. لازم الدعاء ده تلتزمي بيه على طول وتكرريه، وهو طبعا موجود في أذكار الصباح والمساء، علشان انت اللي عندك ده كله عبارة عن كسل نفسي. تمام تمام. اما بالنسبه بقى حبايبي للاسئله الكتيره قوي اللي وردت عن سن المراهقه، تربيه الاولاد، البنات، بنتي بتعلي صوتها عليا، بنتي ما بتسمعش كلام، ما تنضفش البيت معايا، ابني بيعلي صوته، ابني مخاصمني بقاله 15 يوم. كل الاسئله حبايبي اللي خاصه بسن المراهقه انا قريتها كلها، ولكن هجاوب عليها محتاجه حلقه لوحدها ان شاء الله باذن الله، هجاوب عليها في حلقه خاصه. نيجي بقى لحبيبه قلبي اللي بتخاف من كل حاجه، إلهام. بتقولي ازاي اتغلب على الخوف من كل شيء، من تجربة اي شيء جديد، من السفر، الخوف المبالغ فيه على حياة الناس اللي بحبهم، الخوف من الوحدة، الخوف من المرض، من الموت، حتى الخوف من الفرحة لا يكون بعدها حزن. حياتي تعطلت بسبب الخوف مع اني صغيرة في السن. بصي انا يعني متخيله الحاله اللي انت فيها، وعايزه اقول لك يعني مبروك او برافو ان انت كتبتي لي الرساله اصلا، لان ممكن حتى من الخوف اللي يأيدك انك تعبري عن مخاوفك دي او تلاقي لها حل. بتقول هي أنا ملتزمة بالصلاة وقراءة القرآن، لكن الخوف والأفكار المخيفة مسيطرين عليا، بارك الله فيك. بصي يا حبيبة قلبي، الرقية الشرعية الصحيحة، مش الرقية الشرعية اللي هتقعدي حاجات كتيرة واللي هي جامعة القرآن كله، لأ. الرقية الشرعية الثابتة في القرآن والسنة، ابحثي عنها كده، اكتبي الرقية الشرعية الصحيحة. هي بتكون بس عبارة عن قل هو الله أحد، المعوذتين، آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، كذا ذكر كده صغيرين قوي. هتقوليها كل يوم 3 مرات، هتقوليها كل يوم 3 مرات الرقية دي، وهتقرأي الفاتحة في كوباية مية وتشربيها إن شاء الله بإذن الله يكون فيها شفاء. واقرأي سورة البقرة كل 3 أيام. ومعلش بقى، وردي عليا إذا كنت فعلا محافظة عن صلاة الفجر كل يوم وبيجيلك الخوف ده، أتحداكي. صلاة الفجر علاج لأمراض نفسية كتيرة جدا جدا، منها المخاوف دي. استمري على صلاة الفجر يوميا والخوف ده هيروح منك. وحبيبة قلبي برضو احنا مش عايزين نهمل في الجانب ده، العلاج النفسي او العلاج السلوكي. لو تقدري تستشيري اخصائي نفسي او دكتورة نفسية تعالجك من الموضوع ده، هتقولك تعملي ايه بالظبط لما تجيلك الافكار دي، ازاي تشغلي نفسك، ازاي تشغلي مخك اللي بيخاف ده بحاجة تانية علشان يغطي على المخاوف دي. هدير عصام، يا ريت حضرتك تتكلمي عن ازاي اواظب على صلاة الفجر وقراءة الاذكار. بصي يا هدير، المواضيع دي كلها والله العظيم بتكون استعانة بالله وصدق فعلا ويقين انك عايزة تعملي كده، ربنا هيوفقك لكده مع عزيمة واصرار. مفيش اي طريقة تانية هتقدر تخليكي تحافظي على كده غير كده، استعانة بالله، صدق النية من جواك انك عايزة تكوني كده،
عزيمة وإصرار. هتلاقي نفسك صلاة الفجر لو انت ظابطة المنبه كل يوم 5:30 6. طبعا الشمس، شوفوا دلوقتي يا بنات، انا بقول اليومين دول اللي ما بيصليش الفجر ده يعني الشمس بتطلع وخلاص الناس بدأت تروح شغلها. يا ريت تحافظي على صلاة الفجر وتبدأي من أيام الشتاء دي، يعني يمكن ده أكتر وقت الناس تقدر تحافظ على صلاة الفجر وتلتزم بيه. الليل طويل جدا، اللي هيقدر ينام هياخد راحته، حتى اللي بيسهر لو نام متأخر هيقدر يصحى برضه ويصلي الفجر. وكمان عندك صدق النية، هتلاقي كده عقلك الباطن كده ويقينك كده بالله بتصحي من نفسك. والأذكار محتاجة برضو منك عزيمة وإصرار، ورقة كده صغيرة علقيها جنبك على السرير، أول ما بتبصي لها أول ما بتصحي بتفتكري الأذكار بتقوليها، أو بتقوليها بتحملي التطبيق بتاع أذكار الصباح والمساء وبتقوليها كل يوم. طيب ازاي ان انا هتحفز الاذكار الصباح والمساء؟ شوفي الثمره اللي بتحصل في حياتك لما بتلاقي يوم واتنين تلاقي تغيير حلو، بتلاقي بركه في صحتك وبركه في اولادك، بركه في مالك، بركه في حاجات كتيره قوي. البركه دي بتديكي اصرار وحافز اكتر انك تستمري. بتلاقي الصلاه مش تقيله عليكي، قراءه القران مش تقيله عليكي، مش عصبيه بالطريقه اللي هي. والله يا بنات الاذكار الصباح والمساء بركه وحرز من الشيطان ومن شياطين الانس والجن. ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك صلاه الفجر والحفاظ عليها ان شاء الله. وتذكري ان انت لما تنامي عن صلاه الفجر بتصحي نفسيتك وحشه وكسلانه والحاجات دي كلها، فده كله بيحفزك انك تحافظي على صلاه الفجر. ولما تعرفي انها مكتوبه وانها موقوته وهو ده وقتها وهي من المكتوب علينا زي الصلوات الخمس، هي لا تفرق عن صلاه الفجر او الظهر او العصر او باقي الصلوات، هي صلاه مكتوبه ومفروضه علينا. ولكن الناس للأسف لما تيجي تتكلم نفسي أحافظ على صلاة الفجر، وكأن الفجر ده مش من ضمن الصلوات اللي هي مكتوبة علينا اللي احنا بنحافظ عليها برضو مهما كنا تعبانين، مهما كنا مشغولين بنفضي نفسنا وعشان نصلي الفرض. كذلك برضو انت بتكوني حريصة قبل ما تنامي، اما تظبطي منبه، اما بتنامي بدري بتاخدي بالاسباب، اما بيكون على الاقل جواكي نية. حبايبي في ناس خلاص من كتر ما بقت صلاة الفجر مش من حياتها بتدخل تنام بقى وخلاص، يا صحيت يا ما صحيتش، ما بقتش حاجة أساسية. وده للأسف هي المصيبة اللي بتخليكي بعد كده تتساهلي وتتهاوني وتعتبريها مش من ضمن الصلوات. ان صحيت صليت كان بها، ما صحيتش يبقى خلاص تصلى بعد الشروق وخلاص، مع انها فايدتها كبيرة قوي. وقت توزع فيه الارزاق، الوقت دوت يعني من صلى الفجر فهو في ذمة الله طول اليوم، ما تقدريش حد يأذيكي خالص لانك في ذمة الله لانك صليتي الفجر. لقيت برضو السؤال ده من رضاك ربي، نفس السؤال تاني، نفسي التزم بصلاة الفجر والاذكار والورد لو ما حاولت بس النوم بيغلبني وابني في اولى اعدادي يحب اللعب عن المذاكرة. بالنسبة للاذكار لسه رد عليه. بالنسبة بقى لابنك بيحب اللعب عن المذاكرة، لازم تعرفي أولادك وتربيهم إن المذاكرة حاجة من ضمن المسؤوليات، رغم إنك مش حاببها أو رغم إن هي حاجة اسمها مسؤولية معناها إنها حاجة أنا مش حباها بس أنا مسؤولة ولازم أعملها. فأنت بتربي ابنك أو بنتك إن المسؤولية من ضمن المذاكرة من ضمن مسؤولياته، ولا هيطلع شكل بعد كده شخص اعتمادي عديم المسؤولية عديم الشخصية مستهتر. فده أنت حتى يعني المذاكرة حبايبي والمدارس والحاجات دي من فايدتها إنها بتربي الشخصية. فأنت بتحب اللعب ليه وقت والمذاكرة ليها وقت، بس هو ده عبارة عن انت اللي ملتزمة وده مسؤوليتك انت انك تغصبيه على كده. بصي حبيبة قلبي رضا فتحي بتقولي ايه، الصراحة من كتر المشاكل المكتوبة مش راضية اكتب وبتضحك. حبيبة قلبي والله يعني من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فانتوا برضو يا بنات في التعليقات لما لو انا قلت الحل ممكن يبقى الحل ضعيف شوية او على قد ما قدرت، اكتبوا انتوا لو عندكم حل اقوى للمشكلة اكتبوا، وده يعتبر تفريش كروب. عايزة اقول لك طبعا انا جالي حوالي 72 73 مشكلة على البوست ده، مش كل المشاكل هتلاقوها في الفيديو ده، هتلاقوها ان شاء الله بقيتها في قناة حياة طيبة. يعني الفيديو ده انا حطيت كده افتتاحية لحل المشاكل هنا النهاردة في قناة عيشي حياتك علشان انتوا بتتابعوها اكتر، وباقي المشاكل ان شاء الله علشان هي الاساس في المحتوى ده. قناة حياة طيبة هي الاساس في المحتوى اللي هو مشاكل تربوية واجتماعية ودينية بحلها كلها هناك ان شاء الله باذن الله. ولكن علشان انبهكم والفت انتباهكم لقناة حياة طيبة نزلت الفيديو ده هنا النهاردة. بصوا بقى حبايبي في سؤال هو طويل قوي
بتقولي كيف أتعامل مع الزوج المهمل همه فقط الجلوس في القهوة والخروج مع أصحابه، يعني درجة الإدمان، والزوجة هي مجرد طباخة يريدها أن تفعل كل شيء ولا يعطيها أي اهتمام، وكل محاولات في جعله يهتم به وبحاجيات منزله لا تنجح، وحتى إن طنشت وأصبحت أمثل أني فرحانة وراضية لا أربح إلا شوية غزل. لكن المهم يعني مشكلتها طويلة جدا، ولا يتحمل مسؤولية البيت ولا بيعمل حاجة في البيت، كل همه إن هو بس أصحابه، حتى ممكن يقضي شؤون حاجيات بره، يعني يشوف أصحابه عايزين إيه وجيرانه، لكن ملوش دعوة بأهل بيته. المهم أمه قالت لها إن هو أصلا كده من قبل الجواز مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. المشكلة على فكرة ده طبع جوزك، حتى انت بتقولي أنا حاولت كتير، وأمه قالت لك إن ده طبعه للأسف. أولا هو محتاج الدعاء، يمكن ربنا يغيره، فعلا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء الله ادعي له ربنا يغيره. ثانيا النقطة دي هتاخدنا النقطة مهمة ونصيحة لكل واحدة لسه هتتجوز او هتتخطب. دوري على جوزك قبل لما تقعي في المشكله وما تلاقيش لها حل، وتخلفي عيل واتنين وتلاته، وتحاولي وتغيري وتجربي ليه وتوجعي قلبك. ربنا يرزقك الزوج الصالح. الاستخاره يا بنات نختار كويس، نسال كويس جدا قبل لما نقدم على الخطوه دي، عشان ما نرجعش فعلا بعد كده ندور على حلول او حاجات بتبقى حلولها صعبه، لانها بتبقى سمات شخصيه للاسف. لغايه هنا انتهى الفيديو النهارده، يمكن يكون قصير جدا. انتظروا باقي إن شاء الله حل المشكلات في قناة حياة طيبة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.